اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ مساء الفل، مساء الرضا، مساء التفاؤل على عيونكم. استحلفتك بالله انت وهي لا تحطي اللايك وتصلي على النبي في الكومنتات. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب القلب. خلاص بقى العيد على الابواب بقى، قلنا ايه؟ نتشجع بقى ونعمل الكحك. طبعا انا مش هعمل الكحك في البيت عندي عشان يزون تعبان وكده وانا قاعدة بيه. انا بعمل بس الحشوة لماما وهي اللي هتعملهولي. وهنا بقى طبعًا هاحشي الكحك بالملبن وعين الجمل. هاحشيه ب3 أنواع، بالملبن وعين الجمل والقرفة والعجوة، بجد خطير. هنا بقى ضفت الملبن في البولة ونزلت بمعلقة سمنة، ونزلت عليه بالمكسرات، عين الجمل مكسرات. وهنا بقى انتي طبعا ممكن تضيفي المكسرات اللي انتي حباها، بس انا بفضل عين الجمل. نزلت عليه بريحة موز، بجد خطير. وهنا بقى هرست المكونات دي كلها مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي بقى هضيف معلقة من السمسم. دخلت الدقيقة الميكرويف في العجوة. انا طبعا مش هعمل عجوة كتير، انا هعمل كام واحدة كده. وهحط دلوقتي وضفت معلقة سمسم عليها وهرستها بالشكل ده. طبعا نفس برضو اللي انا هعمل برضو القرفة. حشوة القرفة والسوداني والملبن مش كتير. هعمل ايه؟ بولة صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نزلت بالملبن والسوداني ومعلقة القرفة. بجد اقسم بالله القرفة والسوداني والملبن خطير خطير كده بجد، في حتة تانية. متنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. وهنا بقى هعمل بقى ايه اللي بصوا بقى، انا قلت لماما انا اللي هعملك الحشوة. هبلبع لها كده الحاجات الصغيرة. هعمل الايه، هعمل الكحك كده ايه الملبن. هعمل منه كور صغيرة كده، بحيث ان ماما لما تعمل الكحكاية تاخدها تكون ايه الدنيا سهلة عليها. عشان طبعا ايه انا مش هكون معاها وكده، بودلها الحاجة على الجاهز. بس الله يديها الصحة يا رب والعافية، وربنا يخليها لي ما تحرم منها ابدا. هي اللي عملته ما شاء الله، طلع تحفة وهوريهولكوا برضو. وهنا بقى بصوا ببلبع زي شايفين. انا بقى بضحك معاكم. بعمل بقى ايه، هعمل الكمية دي كلها. بصوا ما شاء الله بجد، اقسم بالله التلات حشوات طلعت في حتة تانية خالص. بصوا هنا بقى، بصوا بوريكم اللي انا عملته. بصوا ما شاء الله. ربنا ما يقطع لنا عادة يا حبايب القلب يا رب. وهنا بقى عملت الكور كلها كده، بلبعت الملبل كله كده، ولا كور شوفوا انتوا هتقولوا عليه ايه. وهنا بقى عملت حبة بالعجوة وحبة بالقرفة. انا زي ما قلت لكم انا مش عاملة كتير بالعجوة والقرفة، انا عاملة كام واحدة ليا كده عشان انا بحب القرفة والعجوة قوي.